السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. شويه بلح ناشفين كانوا موجودين عندي من رمضان، حبيت اعمل لكم بيهم المربى واعمل لكم بيهم زي ما انتم شايفين العجوه، وكمان النوى كمان هنستغله. يلا بينا نشوف البلحه بتاعتنا شكلها عامل ازاي. شايفين البلحه بتاعتنا ناشفه ازاي وكمان متطربه ازاي. هروح واخداها بقى وغسلاها كويس ونقعها حوالي عن ساعه في الميه زي ما انتم شايفين، ميه عاديه من الحنفيه زي ما انتم شايفين. وبعد ساعه هتطرى معانا ونروح مفدغينها بالشكل ده كده، بالشكل ده روح مفدغاه. وعايزه اقول لكم شكرا على كل اللي بيكتب لي في التعليقات وكل اللي بيعمل لي لايك، وشكرا على دعمكم لما قلت لكم ان الصفحه بتاعتي كل ما بنزل فيديو بيتمسح. وخايفه النهارده بامانه ان انا انزل لكم الفيديو ده، بس هو بقى ايه، ربنا هو المستعان. بس ما تنسوناش باللايك. كده فدغت بقى ايه زي ما انتم شايفين، فدغت البلح وقسمته على نصين. وعايزه اقول لكم النوى ده كمان هنستغله في حاجه حلوه قوي. بصوا بقى يا حبايبي، حله كده سخنه على النار وهنزل عليها بنص الاولاني من البلح عشان نعمل المربى. عايزه اقول لك بقى النوى كمان هما بيقولوا، انا لسه ما جربتش، ان هو بيسوي اللحمه كويس او بيسوي اي حاجه من اللحوم قاسيه السوى، بيسويها كويس. وانا ده هجربه وانزله معاكم في بوست. حطيت بقى نص الكميه من البلح كده، وحطيت عليهم كوبايتين من الميه ونص ليمونه وعود قرفه، وده اختياري زي ما انتوا شايفين. واسيب البلحه بتاعتي دي تستوي كويس، والنص التاني كده هحطه على النار. وهبدأ بقى جايبة كوباية مية، احط شقشاق بسيط لغاية ما البلحة بتاعتي تتهري معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. كده بقى انا حاطه المربى وحاطه كمان العجوه على النار، وايديكي على طول في العجوه زي ما انتوا شايفين كده. الاقي الميه معايا نشفت، انزل تاني بشويه ميه. كده ماشيين مع بعض اهو خطوه خطوه، عشان نعمل بقى شويه العجوه اللي تنفعنا ببيضتين الصبح على الفطار، او نعملها في القرص الطريه بتاعتنا. ونص كوبايه من السكر علشان المربى، علشان البلح بتاعنا فيه نسبه سكر. فكده ايه ماشيين مع بعض اهو خطوه خطوه. وكده بقى ايه، البلحه بتاعت العجوه استوت معايا او اتهرت معايا. هراسه بقى او هاند بلندر زي ما انا عملت كده وهرسيها. حسيتي بقى ان هي لسه فيها خشونه كده شويه زي ما انا عملت كده بالشكل ده، حطي برضو شقشاق ميه واللي فيها كده على النار. وكده العجوه بتاعتي خلصت. وكده العجوه الخام حابه تحط لها شويه سمسم، شويه معلقه زبده او معلقه سمنه، وتركنيها على الاستعمال على طول استعملي. بس انا قلت لكم زي ما انا بحب اعملها البيض او احب احطها في العجوه، فبحبها ساده كده. هنعمل منها قالب حلو قوي. هنرجع بقى تاني للمربى عشان بقى نكمل سوى المربى. كده البلحه بتاعتي دخلت في السوى، اروح نازله عليها بكوبايه السكر، بنص قصدي كوبايه السكر اللي موجوده عندك. حابه تزودي السكر ده اختياري، ونص الليمونه. واسيب بقى المربى بتاعتنا دي تستوي كويس. وبعد كده تعالوا نشوف هنضيف لها ايه تاني. كده مع بعض ماشيين خطوه خطوه. ما تنسونيش بقى بلايك ومتابعه عشان يوصل لكم كل جديد. ويعتبر بقى المربى بتاعتي خلصت بالشكل ده. تعالوا ننكهها كمان بايه، بالقرنفل. عندي 3 عيدان كده من القرنفل او المسمار زي ما بتقولوا عليه. اروح فاركه الراس بتاعتها في قلب المربى دي بالشكل ده كده، ياخدوا تقليبه كده واروح طافيه النار. وتعالوا بينا بقى نشوف العجوه بتاعتنا او قالب العجوه بتاعنا هنقدمه ازاي. زي ما انتوا شايفين المربى خلاص كده خلصت. وتعالوا بقى ايه نشوف العجوه. بصوا بقى يا حبايبي، ورق زبده كده وقالب ورحت حطاه زي ما انتوا شايفين، ودهنه ورق الزبده ده معلقه زيت. واحط بقى العجوه دي واروح ايه دبه بس ايه الصينيه او القالب بتاعي ده شويه كده على الرخامه كده زي ما انتوا شايفين. وكده بقى العجوه بتاعتي بدات تتساوى، واجيب معلقه واسويها بيها. وكده قالب العجوه زي ما بتشتروه من بره. حابه بقى تضيفي السمسم، حابه تضيفي اي مكسرات في العجوه، بس انا بحبها ساده زي ما قلت لكم. وكده بقى العجوه والمربى خلصت، والنوى كمان هنستغله. تعالوا بينا نقلب بقى العجوه. تعالوا الاول نشوف المربى طالعه عامله ازاي، والعجوه كمان نقلبها. لسه الاكل بقى سخن معايا، او المربى والعجوه سخنين كده بقى بالشكل ده. حابه بقى كمان تستغلي، هيبقى القوام بتاعها متماسك اكتر لما تركنيها شويه زي ما انتوا شايفين. والفها بقى في ورق سلوفان، وادخلها الفريزر، واستغلها بقى وقت ما انا ايه عايزه اعمل بيها اي وصفه. زي ما انتوا شايفين سمك العجوه بتاعي عامل ازاي، والمربى عامله ازاي. ما تنسونوش بقى بلايك ومتابعه عشان يوصل لكم كل جديد. والسلام.